جاني إسبر الكلمات تعجز عن وصف الجمال. شو بدك بلا هاي المقدمات؟ جاني إسبر نجمة سورية كلنا منحبها. وبتحبوا مين؟ جاني إسبر وحبيبكم مين؟ جاني إسبر. هلا أنا أول شيء مبسوطة إني موجودة بعرض المصمم فريد. بيستاهل إنه يكون عالمي فريد أبو دراع. عكتافي في ملايكة لازم ما أكذب، الزلمة أكابر كتير أكابر. صداقتي مع فريد كتير قديمة، يعني من أيام 2004. فهمت؟ طب ما انا عارف بس بصدق شو من أول عروضه وأنا عرضت له وقتها، وكنت متوقع إنه فريد يكون اسمه لامع لأنه هو عن جد مصمم مبدع. والله يا جماعة من ناحية أخلاقه الصراحة ما عليه شيء. مزبوط يا جماعة؟ مظبوط. وأنا بتمنى يكون أكثر من هيك بكتير، لأنه هو بيستاهل يكون أكثر من هيك بكتير. ليك هالحكي لك إذا بتقول له لبن العصفور بقول لك حاضر. تصاميمه رائعة، عنده خيال كتير حلو وعنده شغف بجنن. غير باقي المسؤولين بطعميك وبنيمك انت وببيته ما عنده مشكلة. اليوم طبعا أنا لابس دريس من فريد. ده بص عامله ازاي؟ ايوه عامل ازاي؟ ده بعد عنك بارود واقف ينفجر في اي لحظه في اي. أكيد. وطبعا الميك اب اليوم أكيد من ميلاد، يعني كل المبدعين حاطين أناملهم فيني. عليم الله سندويشة شاورما وحدة وبينفجر السحاب. ميلاد يعني هلو، يعني اللي بيسألوا شو سبب جمالنا مو عمليات التجميل. ميلاد حنون. عادة على فكره اليوم تحديدا كنا عم نحكي، عم تقلي انه جا على بالي اعمل، جا على بالي قلت لها تجيني انت بعدك صغيره ومانك بحاجه. ما أنا اليوم طلعت فيها تقول أول مرة بحياتي بشوفها، ما هي ملكة جمال يعني بيعطيني باور. ايه دايما يعني بتقلي على شيء انا بعارضها بقى، يعني انتم شوفت عندكم هذا الجمال بده تجميل. اسكر الاجيك وطفي الضوء ميرسي ميلاد. ثانك يو كثير، وثانك يو على الميك اب اليوم. ما شاء الله على التواضع. أمام مرآتك على كتف مين بتبكي؟ على كتف مخدتي. روحي الله يحفظك. ما بحب حدا يشوفني وأنا عم ببكي، وبحس بينه وبين نفسه وبين الله أكثر حدا ممكن يفهم شو في جواته. انا عن نفسي ايوه انا ما يكيفنيش الا الاشكال اللي زي دي تعجبني. بتقولي يا ريت قلبي معبى ولا فاضي، هلا شو حالته؟ لا أكيد ما في أحلى من الحب، يعني بس يكون الحب لشخص صح. إيه ها؟ يعني هو الأهم أنه الخيار والقرار الصح. ما قلت لك من البداية بدي حركة شغلي؟